معقولة باقي أسبوع واحد بس ورمضان يخلص؟ النهاردة 22 رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل أحلى فتة طول فترة رمضان. لما كنت بتعزم أو أشوف عزايم محشي مكرونة بشاميل حمام، ما شفتش خالص فتة. فالنهاردة هعمل فتة مصري بتركات وحركات زمان تحفة هتدمنوها. ولو عندكم تركات قولوها لي. هنجيب حلة فيها سمنة، بصلاية، ورق لورا، حبهان مستكة، ومكعب مرقة، وهدوبه في السمنة. هنزل باللحمة بتاعتي وهشوحها، وهنزل بمية ساقعة علشان اللحمة تاخد السوا بتاعها من الأول للآخر. بعد كده هجيب حلة على النار، هحط فيها معلقة سمنة على شوية زيت صغيرين، وهنزل بيهم بمكعب مرقة وهدوبه. بعد كده هنزل بحوالي كوباية وربع من الرز، وهقلب المرقة بالسمنة بالرز كده ببعض، وهنزل بشوربة اللحمة بتاعتي. هعاير مظبوط، كوباية رز بتاخد كوباية شوربة أو كوباية مية، كوباية وربع رز هتاخد كوباية وربع شوربة أو كوباية وربع مية. سيبه يغلي يتشرب. بعد كده هوطي النار على الآخر خالص. نيجي بقى للصلصة وتركات الصلصة. هنحط حبة زيت صغيرين قوي في طاسة، عليهم فلفل حامي، فلفل بارد، وتوم. أول ما بشم ريحة التوم هنزل بمعلقتين كبار من الخل وهقلب. بعد كده هنزل بحوالي 4 طماطم عليهم كوباية من الشوربة وهقلب. هحدق بنص معلقة صغيرة من الملح عشان أنا محدقة الشوربة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهقلب وهسيبها تغلي. هنا بقى وقررت إن أنا هعمل الفتة مقلوبة. اللي بحطه في الأول هحطه في الآخر. أنا آخر حاجة بحطها اللحمة على الوش. هبدأ أحط أول حاجة اللحمة، الصلصة، العيش، وهحط على العيش شوية من الصلصة. بعد كده الرز هضغط عليهم وهقلبها. شكلها كان خطير، الصلصة داخلة في كل الأركان كده، والرز كله عليه شوربة وصلصة، واللحمة محمرة في سمنة كده وملح فلفل أسود، فطعمه خطير. خلصت الأكل على المغرب بالظبط، وده الشكل النهائي. بس كده، ألف هنا وشفا ورمضان كريم علينا كلنا يا رب، وبعود الأيام، وباي باي.